السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا جميعا بخير وعلى خير، ودائما تشكركم على جميع التعليق ديالكم الجميله وعلى الدعم ديالكم، جزاكم الله خيرا. بغيت ربي يحن عليكم ويشفق عليكم ويعطيكم من ود بخاطركم، والله يخلي لكم وليداتكم ويعطيهم النجاح ويحفظهم من شر الخلق، والله يفتح عليكم ابواب الخير، والله يشفي جميع المرضى، والله يرحم جميع موتانا. اليوم حبيت نشارك معكم تورته بالشكلاط اقتصاديه، يعني تورته لا تتعدى 30 درهم. وما تنساوش اخوتي واحد اللايك، والناس الجداد اللي عاد دخلوا قناتي يشتركوا في قناتي ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بالجديد. نبدا على بركه الله. بالنسبه لهاد الشينوازه الاخوان غادي نحضروا غير بجوج بيضات. عندي هنا كاس الا ربع تاع السكر، يعني 120 غرام، وقريصه تاع الملح، وجوج حبات تاع البيض، ونصف كاس عنبه تاع الماء. وعندي هنا 150 غرام تاع الدقيق الحلويات، و20 غرام تاع شوكولا كاكاو من النوع الجيد، وخماره وحده تاع 8 غرام. بالنسبه للدقيق بالعبار بالكيسان، يعني كاس ونص تاع الدقيق، والشوكولات يعني ملعقة ونصف. غربلوهم وخلطوا معاهم الخميرة، او ديروا كما درت انا اللاطة الاخوان 30/40. السيدة اللي سولاتني كيفاش تدير الكاغيط، انا تندير اختي غير شي شوية تاع الزبدة من القرات كيما هكا، وتندير عليها كاغيط كلاصي تاع الزبدة اللي قلت لكم تيدير 460، وتنضغط عليها باش الا بغيت نسرح الخليط بالسباتول ما يتجرش ليا الكاغيط، باش نكونوا فاهمين. انا جاوبتك اختي. قبل ما نبداو الخدمه الاخوان خاصنا نشعلوا الفران ديالنا هو الاول. الفران الاخوان شعلوه، خاصنا الجنوازه ندخلوها على الفران يكون سخون على درجه حراره 180 من الفوق ومن الاسفل. خاص الجنوازه الاخوان فران يكون سخون. كما قلنا الاخوان جوج حبات تاع البيض. راه عندي بزاف ديال الطرق تاع الجنواز، كاينه جنوازه تاع بيضه، كاينه جنوازه تاع جوج بيضات، كاينه جنوازه 3 البيضات، يعني شاركته معكم مرارا وتكرار، ولكن تاع بيضه وحده مازال ما شاركتهاش معكم. هرس دوك جوج بيضات، درت ديك 120 غرام تاع السكر، يعني كاسين لا ربع، وقريصه تاع الملح. غادي نحيدو واحد القشور تاع البيض، ما عرفت منين جات حتى هو غير داخل الزحام. غادي نخلطو البيض والسكر بالفوي واحد شويه، عاد نخدمو الضرب. والسيده اللي قالت لك ديرها تنضرب البيض نصف ساعه، ما تيبغيش يتغير اللون ديالو امبوسيبل. البيض راه 7 دقائق اختي تيطلع، 7 دقائق ما كاملاش تيطلع. البيض يكون دافي درجة حرارة المطبخ، والإناء ما يكون فيه لا ما لا زيت، وراه 6 دقائق أختي راه غادي يطلع البيض. غادي نضربو مزيان الإخوان حتى تيضاعف الحجم ديالو وتيتغير اللون ديالو، تيولي أبيض اللون. طريقة دائما المعتمدة عندي باش نخدم. راه كلشي واضح الإخوان، كلشي واضح وكلشي باين، ومقادير مضبوطة. خدو ستيلو وقيدوا وشوفوا الطوطه راه ما غاديش تفوتوا 30 درهم. بالنسبه للبيضه الاخوان راه تيدير غير 24 درهم، 24 ريال، درهم و20 فرانك. 24 ريال تيدير البيض عندكم. يكذبوا عليكم ويبيعوا لكم ب 30 ريال ولا شي حاجه. دائما تناخذ البيض ب 24 ريال. درت داك الماء الاخوان نصف كاس عنبه تاع الماء، يعني 80 غرام. غادي نضيفوا ديك 8 غرام تاع الخميره. الناس اللي عندهم خميره تاع العبار يعملوا 2 معالق صغار. تنضيفوا داك الدقيق وداك شوكولا كاكاو كما قلنا، 150 غرام تاع الدقيق الحلويات، و20 غرام تاع شوكولا كاكاو من النوع الجيد. عفوا. غادي نخلطوا الاخوان من الجوانب، ونخلطوا من الاسفل، ونخلطوا من الفوق حتى تندخلوا هاد الدقيق. خلطوا مزيان الاخوان، غير خلطوا مزيان، ماشي غادي تخلطوا غير جوج دقيقه صافي تقولوا صافي راه الخليط راه انسجم. خلطوا مزيان الاخوان حتى تشوفوا الدقيق راه ما بقاش يبان لينا. عاد غادي ناخذ واحد السباتوله تاع البلاستيك، وغادي نكرتوا الجوانب. ونذكركم الاخوان الفران من الفوق ومن الاسفل 180 درجه. الا مازال ما سخنش الفران ديالكم ما تدخلوهاش، لان الجنوازه خاصنا ندخلوه الفران يكون سخون، لان مع الدخله تيدخل في السخونيه الجينواز ديالنا تيطلع ما تيجيش قاصح، ما تيجيش يابس. اما الجينواز الا دخلتيها الفران بارد راه غادي تجي يابسه. خاص مع الدخله يصرف قال الفران تقعد تفيق من النعاس باش تجيكم الجينوازه زوينه. غادي نخويو الخليط ديالنا في اللاطه كما قلت لكم الاخوان. اللاطه 30/40. بالنسبه للناس اللي تيسولوا على هاد اللاطات هادو 30/40 اللي عندهم الجوانب ما طالعينش بزاف، هادو راه موجودين عند صحاب اللي تيبيعوا لوازم باتيسري. كاينين 30/40 وكاين ما كبر منهم يعني متوسطين، وكاين ما كبر منهم يعني هادوك تاع 40/60. هادو راه خديتهم تقريبا بشي، كاينه وحده خديتها ب 40 درهم، وكاينين خديتهم ب 25 درهم.
اللي تيكونوا خفاف راه تيتباعوا ب25 درهم 30 درهم، واللي تيكونوا تقال راه تيتباعوا ب40 درهم، كل واحد وباش تيبيعهم ما تيكونوش مقادين في الأثمنة. هذا هو المشكل حنا، هذا هو المشكل فينا، البيوع الشرعية ما تيكونوش مقادين. ما غاديش ندخلها الإخوان حتى تيسخوا الفران ديالها، غادي نخليها راه ما تخسر ما حتى حاجة، ما تخسر ما والو. دابا الإخوان الفران ديالي راه سخون 180 من الفوق ومن الأسفل، غادي ندخلوها ونسدو عليها. الناس اللي عندهم فران تاع الغاز شعلوا الفران ديالكم يسخن مزيان، ملي غادي يسخن نقصوا منه مزيان ودخلوا الجينوازة ديالكم 180 من الفوق ومن الأسفل. صافي الإخوان الجينوازة ديالي دابا راه طابت، تنقيسوها غير بيدينا، إلا نشفت الجينوازة صافي راه طايبة. إلا كانت باقا يديكم تتلصق، يعني دوك الصبعان ديالكم تيتلصقوا بالجينوازة، راه مازال خاصها طياب. صافي ناشفة الجينوازة، خاصنا نخلي الجينوازة يبرد تماما. دائما الجينواز ديالكم حتى تيبرد مزيان عاد خدموا به. بالنسبة للكريمة هاد المرة غادي ندير كاس ونصف عنبة تاع الحليب، يمكن لكم تخلطوه من الحليب والماء، كاس عنبة ونصف. والساشية تاع بودر كريم شونتي وزن 100 غرام. علاش درت الحليب بالزيت هاد المرة هادي؟ باش يعطيني كريمة اللي تكفيني باش نخدمو الطرفة ديالنا. نتمنى ان شاء الله تفهموني. اصلا راه تنحضر غير بكاس تاع الحليب، ولكن هاد المرة كاس ونصف باش يعطيني كريمة زايدة، يعني كريمة وافية. بالنسبة للحليب يكون بارد شوية. وبالنسبه لديك بودر كريم شونتي بلا ما تدخلو الثلاجه، بلا ما ديرو في الكونجيلاتور، انا تنخدم به عادي، يلاه جبتو من الحانوت. غادي نحركو بالفوي واحد شويه وغادي نضربو تقريبا 6 دقائق، غادي يطلع 6 دقائق راه تيوجد معكم لاكريم. وبالنسبه للمقادير يا اخوان راه في صندوق الوصف. صافي الاخوان الكريمه ديالنا هي موجوده، انتم تتشوفوا تتجي عاقده. انا غادي نضيف ليها واحد الاضافات الا بغيتو، ماشي ضروري. انا غادي ندير لها واحد 4 المعالق تاع الكراميل. هذا الكراميل هذا هو اللي حضرت معكم تاع النشا، باقي عندي هذا تنزينو بها لي كلاصون، تنزينو بها اي حاجه بغيناها، تيجي زوين وتيجي لذيذ. وغادي نضيف واحد ملعقه كبيره تاع شوكولا من النوع الجيد. ما بغيتوش نتوما ما ديروش، ولكن هاد الكريمه بهاد الطريقه هادي راه تيجي بنين، تيجي لذيذ، ما تشبعوش منه. غادي نخلطو غير بشويه الاخوان باش ما طيرش لينا ديك بودره تاع كاكاو. نخلطو مزيان كما تتشوفوا. بالنسبه للشكلاطه كما قلت لكم الاخوان ملعقه كبيره، يمكن لكم ديروا حتى 2 معالق، ما كاين حتى شي مشكل. غادي نخلطوه مزيان الاخوان كما تتشوفوا. لاكريم ديالنا هو واجد كيجي على هذا الشكل هذا، راه فيه واحد المذاق من داك الشرفي على الاخوان. الجينوازه ديالنا دابا راه موجوده، خليوها تبرد الاخوان. راه حنا في المخابز راه تنحضروا الجينواز في المساء ونخليوه حتى تا الصباح عاد نخدموا به، يعني خص يبرد. من بعد ما بردت الجينوازه ديالنا خديت واحد بابي كويسون وغادي نقلبوها، وغادي نحيدوها الجوانب هما الاولين. الجوانب الا كانوا يابسين تحيدوهم هما الاولين، عاد تزولوا الكاغي. جينوازه راه رطبه الاخوان واقتصاديه، بجوج حبات تاع البيض، جوج حبات تاع البيض. وغادي نحضروا الجينوازه ديالنا. حضرتها معكم ب4 البيضات، حضرتها معكم ب5 البيضات، حضرتها معكم ب3 البيضات. هاد المره الا لاحظتوا راه نقص بيضه ونقص الدقيق. راه نتوما اللي خصكم تعرفوا كيفاش تلعبوا في الوصفات ديالكم، خاصكم غير تخدموا البيض والسكر مزيان. زولنا الكاغيط. دابا شنو غادي ندير الاخوان؟ غادي نقسموها على جوج. هاد الجينوازه الاخوان يمكن لكم تحضروا منها كيكرولي سويسرولي، يمكن لكم تحضروا منها الطورطه، يمكن لكم تحضروا منها لي طرونش بحال لي طرونش اللي شكلت معكم البارح. خديت واحد بابي كويسون، داك بابي كويسون طويتو على جوج. ودرت الجينوازه الاولى غادي نسقيوها بالحليب. بغيتو تسقيوها بنسكافيه يعني قهوه سريعه الذوبان والقرفه، ديروا شي واحد جوج كيسان تاع الماء او كاس ونصف، وديروا شويه السكر، وديروا قهوه سريعه الذوبان، وديروا واحد شويه تاع القرفه، راه تتجي زوينه. بغيتو تسقيوها بالسيرو تاع البرتقال سقيوها. انا سقيتها غير بالحليب. خديت ديك الكريمه غادي نديروا عليها كريمه وغادي نسرعها بالسباتول. طريقه سهله الاخوان، طورطه سهله واقتصاديه وما تحتاجوش العدد. يعني هاد الطورطه هادي راه غادي تحضروها بساعه ونص تاع المكانه، ساعه ونص، ما غاديش تحتاجوا تبيتوها في الثلاجه ما حتى حاجه. الثلاجه غادي نحتاجوها الا غادي نخوي عليها داك الكلاصاج اللي غادي نشارك معكم. درت الجينوازه الثانيه حتى هي سقيتها، غادي نديروا عليها نفس الكميه تاع لاكريم. ما تكثروش لاكريم بزاف لان مازال غادي نزينوها، ولكن غادي يكفيكم لاكريم. لاكريم علاش درنا ديك كاس ونصف تاع الحليب؟ باش نحصلوا على كميه وفيره تاع الكريمه.
غادي نسرحوها بالسباتولا الاخوان كما تشوفوا، اي بشويه عليكم نتوما حتى كنتقادوا، والبلاصه اللي ما وصلهاش لاكريم نديروا لها لاكريم، وحنا غاديين الاخوان. طريقه سهله، طورطه اقتصاديه وعائليه، راه ماشي شي طورطه صغيره الاخوان، راه عائليه، راه كبيره. هاد الجنوازه هادي راه تعطيكم دائما 10 ديال لي طرونش يكونوا كبار، 10 ديال لي طرونش دائما تنخرج في هاد الجنوازه هادي 30 على 40. الناس اللي تيتابعوني وتيشوفوا المقادير ديالو تيتبعوا الفيديوهات، راه هاد الجنوازه هادي راه تنخرج منها 10 ديال لي طرونش. من بعد ما قاديت الطورطه ديالي الاخوان كما تشوفوا، غادي نحتاجوا واحد كاس طويل او غراف طويل، نديروا فيه ماء دافي يكون سخون شويه الاخوان. هذاك الماء تنديروا فيه الموس، غادي نقادوها من الجوانب. هاد الطريقه هادي راه ديما تنشاركها معكم الناس اللي تيتابعوا الفيديو. غادي ندير يديا تحت الجنوازه وغادي نجر داك الكاغيط بكل سهوله، ما غاديش تحتاج تعصبك ولا تعذبك لا حتى حاجه. غادي نقادها من الجوانب كما تشوفوا، تنكالي بواحد اليد ونقطع بواحد اليد، ونعاود نقطع مره ثانيه باش نتاكد ان التقطيعه راه صافي راه مقاده. تنحيدوا هاد الزوايد هادو، نمسحوا الموس ونديروه من جديد في الماء دافي، ماء يكون سخون شويه الاخوان. وغادي نقطع داك الجنب الثاني، وحنا غادي حتى تنساليو. ملي غادي نقطعوا هاد الجوانب هادو غادي نحولوا الحلوه ديالنا بالسباتول الكبير. غادي نحيد بعدا هاد الزوايد هادو باش ما يديرونجيوناش، والسباتول كما قلت لكم تنديروا السباتول الكبير، تنهز بها الحلوه ونعاون بيديا ونحولها باش نقطع هاد الجوانب اخرين. وغادي نزول هاد البقايا هادو باش نخدموا مرتاحين. غادي نحيد بعدا هاد الجوانب هادو، عاد غادي نمشيو نزولوا دوك البقايا باش تكون عندنا سطح العمل نقي نخدموا مرتاحين. دائما ملي تقطعوا مسحوا الموس وديروه في الماء. نمشي نقطع ديك الجهه الاخرى. تبعوا الفيديو الاخوان وما تنساوش اللي وصل هنا ونسى مازال ما دارش اللايك يدير اللايك. اللايك راه ما تتخلصوش عليها الاخوان وما تتخلصوش فيه، وغير تيجعل الفيديو تيبان في مكان البحث، يعني تقترح الناس اخرين. هانتوما الاخوان هادو هما البقايا تاع لي طرونش تاع البارح. تناخذ واحد كارطون، الا ما عندكمش هذا خذوا غير كارطون تاع بيمو، عبروه وقطعوه وغلفوه ببابي الالومنيوم. ديجا شاركتو معكم. تنهز الطورطه ديالي بالسباتول، دائما السباتول واليدين تنحطوها تنقادوها، تنخليو هاد الجوانب هادو راه تيجيو خارجين شويه. انا غادي نزول هاد شويه هادي باش يجيو مقادين، يعني غادي نقطعو الموس. من بعد ما قطعتو خديت لاكريم اللي بقى عندي درتو في لابوش ولا دوي مسنن. غادي نديرو الاخوان وريضات كيما هكا، وحده حدا اختها، يعني وحده لاصقه في اختها. علاش؟ باش ملي غادي نخويو الكلاصاج ديالنا ما يخرجش لينا يهبط لينا على الحلوه. ان شاء الله تفهموني. وريضات صغار يكونوا ملاصقين وحده حدا اختها. ان شاء الله تفهموني. غادي ندخلها الثلاجه الاخوان. يمكن لكم تزيدوا تزينوها من الجوانب، هاد الجوانب هادي لان مازال عندنا لاكريم. تنديروا غير وريضات صغار كيما هكا كيما تشوفوا باش نزيدوا نطهلوا فيها نزينوها، لان لاكريم عندي. علاش غادي نضيعو؟ مازال غادي يشيط ليا. صافي الاخوان انا ساليتها كلها، زوقتها كاع من الجوانب. انا غادي ندورها باش تشوفوها باش ما تقولوش راه تنكذب ولا شي حاجه. دابا غادي ندخلها للمجمد واحد 25 دقيقه، ومازال عندي هنا واحد شويه تاع لاكريم. دابا غادي ندخلها للمجمد واحد 25 دقيقه باش نخويو عليها الشكلاط. بغيتو تخليوها هكا خليوها هكا، ما بغيتوش ديروا عليها طاق لاصاج خليوها عادي هكا. حكوا عليها الشكلاط ولا كررتوا عليها الشكلاط ولا اللي حبيتو نتوما. انا الشكلاط اللي غادي نستعمل الشكلاط كالا. هاد الشكلاط ديجا فيه شويه تاع الزيت، غادي نصفيه بشي زلافه. واخا هاد الزلافه هادي صغيره شويه مازال غادي نحولو شي زلافه اخرى. غادي نصفي هاد الشكلاط هذا مزيان كما تشوفوا. هاد الشكلاط راه ديجا فيه الزيت، ونتوما الا عندكم الشكلاط صحيح ديروا معاه واحد 3 المعالق كبار تاع الزيت وذوبوه. وغادي نزيدو واحد ملعقه كبيره تاع الزبده. هانتوما غادي تشوفوا كلشي في الفيديو. علاش غادي نديرو داك شويه تاع الزبده في الاخر؟ باش يجينا الشكلاط رطب وتجينا الكلاصاج رطب. وحتى هاد الشكلاط بالزبده راه زوين. الناس اللي عندهم الصابلي تيسقوا الصابلي وتيخافوا يذوب لهم الشكلاط في الصيف. ولكن انا استعملت زبده خاصه بالتورق. يمكن لكم تستعملوا تاع الاكل. غادي نديرو في كاسرونه ماء دافي ونبقاو نحركوا ديك الزبده حتى تيذوب. هاد الزلافه صغيره انا غادي ندوبو مزيان وغادي نحولو واحد الزلافه كبيره.
وانتبهوا باش ما يطيرش ليكم الماء في الشكلاط، لأن الماء إلا قاس الشكلاط راه تيخسر، وفي حالة قاس ليكم الماء الشكلاط ديروا شوية تاع الزيت، خرجتها من الكونجيلاتور، ولكن الشكلاط الإخوان يكون بارد ما يكونش سخون، يكون بارد شوية. وفي حالة كاع عندكم الشكلاط سخون، إلا كانت الحلوى ديالكم جامدة مزيان راه واخا تخويو عليها الشكلاط سخون. أما إلا كان أنا خليتها غير 25 دقيقة والشكلاط دوبتو حركتو حتى برد واحد شوية خويتو عليها تنميلوها الإخوان، صافي الشكلاط في البلاصة تيلصق فيها. هذه هي النتيجة تاع الطورطة ديالنا. كما تتشوفوا أنا راه دخلتها غير مجمد 5 دقائق وخرجتها. ملي خويت عليها الشكلاط دخلتها للثلاجة 5 دقائق غير باش يشد الشكلاط، 5 دقائق هي تيشد ما تيتعطلش. وقولوا لي الآراء ديالكم في الطورطة هذه، وتنشكركم على الدعم ديالكم والمساعدة ديالكم. وصلنا لنهاية الفيديو، بسلامة عليكم إلى الفيديو القادم إن شاء الله.